من ظلام الغرب إلى نور الشرق، كيف غيرت الحضارة الإسلامية وجه التاريخ؟ كيف لحضارة نشأت في صحراء قاحلة أن تغير وجه العالم كله؟ لماذا كانت أوروبا تتخبط في ظلمة الجهل في حين كان أسلافنا يحلون معادلات الجبر ويكتشفون الدورة الدموية؟ من الذي طور أول مستشفى في التاريخ؟ ولماذا قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ في السلسلة الرابعة من تاريخ الحضارات، العصور الوسطى والحضارة الإسلامية، رحلة تبدأ من القرن السابع وتستمر حتى العصر الحديث، نتعرف فيها كيف غير دين السماء الأخير مسار البشرية إلى الأبد. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للأشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. لغز سريع قبل البداية. نبي أمي في قلب الصحراء، لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بكتاب يتحدى به أرباب البلاغة والفصاحة، ويؤسس حضارة علمية استمرت قرونا. كيف حدث ذلك؟ ما هي العصور الوسطى؟ العصور الوسطى هي الفترة التاريخية التي امتدت من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادي حتى بداية عصر النهضة في القرن الخامس عشر، وهي فترة طويلة جدا تزيد عن 1000 سنة، في الوقت الذي كانت أوروبا تغرق في ظلمات الجهل، ومن هنا سميت تلك الفترة لديهم بالعصور المظلمة. كان العالم الإسلامي يشهد نهضة حضارية وعلمية باهرة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه. الفارق كان جليا، خريطة العالم انقسمت بين حضارة إسلامية تقود العلم والمعرفة وبين دول أوروبية ترزح تحت الجهل والتخلف. أولاً، البداية، ميلاد نور جديد. كيف غيرت كلمة اقرأ مسار التاريخ البشري كله؟ في سنة 610 ميلادي في غار حراء كان اللقاء بين السماء والأرض. نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة اقرأ، وبدأت رحلة تغيير للبشرية كاملة. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من وسط الصحراء ومن مجتمع كان فيه أقل من 20 شخصا يجيدون القراءة والكتابة، نشأت حضارة، وفي أقل من قرن امتدت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. إنها معجزة تاريخية لا يمكن إنكارها. فترة تحدي الزمن. لغز، كتاب واحد محفوظ بكل حرف منذ 1400 سنة، نفس الكلمات، نفس الترتيب، بلا تحريف أو تبديل. ما هو هذا الكتاب؟ وكيف تحقق هذا التحدي الإلهي؟ ثانياً، الإمبراطوريات الإسلامية، عصور ذهبية. تصور معي رحلة سريعة في أهم الدول الإسلامية. الخلافة الراشدة 632 ميلادي 661 ميلادي، عصر العدل والفتوحات الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه أبو داود. الخلافة الأموية 661 ميلادي
750 ميلادي، وصل فيها الإسلام إلى حدود الصين شرقاً وفرنسا غرباً. الخلافة العباسية 750 ميلادي، 1258 ميلادي، العصر الذهبي للعلم والحضارة، وظهور بيت الحكمة وعلماء كابن سينا والخوارزمي. دول أخرى كالفاطميين والأيوبيين والمماليك، وأخيراً العثمانيون حتى سنة 1924 ميلادي. الإنجازات العلمية المبهرة. الخوارزمي هو مخترع علم الجبر، وكلمة algorithm مشتقة من اسمه. ابن الهيثم أسس علم البصريات واخترع الكاميرا المظلمة. ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أوروبا ب300 سنة. ظهرت المستشفيات وعلوم الصيدلة في الحضارة الإسلامية. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. لغز. سر الأرقام. الأرقام التي نستعملها يوميا 0، 1، 2، 3 إلى آخره، ما أصلها ومن نشرها في العالم؟ الإمبراطوريات الغير إسلامية في العصور الوسطى. العصور الوسطى ما كانتش بس للمسلمين، كانت في حضارات تانية مهمة برضو. الإمبراطورية البيزنطية وريثة روما الشرقية، استمرت في القسطنطينية اسطنبول حالياً. الإمبراطورية المغولية 1206-1368 ميلادياً اللي أسسها جنكيز خان، وكان ليها تأثير كبير في آسيا. وفي الصين كانت في سلالات حكمت زي تانج وسونج ويوان ومينج، قدمت إسهامات مهمة في العلوم والفنون. لكن العجيب إن حتى الحضارات دي اتأثرت بالحضارة الإسلامية، واستفادت من العلوم اللي طورها المسلمين في الطب والفلك والرياضيات. الحياة الاجتماعية والثقافية. عارف إيه اللي كان مميز في المدن الإسلامية زمان؟ كانت مليانة بالمكتبات والجامعات والمساجد والأسواق والحمامات العامة. في وقت كان فيه الأوروبي العادي مش بيعرف حتى يمسك قلم، كان في بغداد وقرطبة والقاهرة مكتبات ضخمة فيها آلاف الكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري. وفعلا كانت الحضارة الإسلامية بتهتم بالجوانب الإنسانية والاجتماعية بشكل مميز. هنتكلم عن إزاي كانت الحياة اليومية للناس، وإزاي كان وضع المرأة والتعليم والفنون والموسيقى، وكل تفاصيل الحياة في العصور الوسطى. موضوعات السلسلة. في السلسلة دي هنتكلم بالتفصيل عن العمارة الإسلامية وإبداعاتها من المساجد والقصور والقلاع، النظم الإدارية والقضائية والاقتصادية، العلوم المختلفة والاكتشافات العلمية، الفنون والآداب مع الشعر والقصص والموسيقى، الحروب والمعارك المهمة زي حطين وعين جالوت وفتح القسطنطينية، علاقات المسلمين مع الحضارات الأخرى، قصص الأنبياء اللي عاشوا في هذه الفترة أو ذكرت قصصهم. كل موضوع منهم هناخده بالتفصيل في حلقة كاملة أو أكثر عشان نفهم بعمق إزاي الحضارة الإسلامية غيرت وجه التاريخ. الخلاصة: في السلسلة الرابعة هنستكشف مع بعض فترة هي من أهم فترات التاريخ البشري، الحضارة الإسلامية اللي استمرت لأكثر من 1300 سنة وأثرت في كل مناحي الحياة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنفهم بالأدلة والوثائق ليه الحضارة الإسلامية كانت فعلا خير أمة أخرجت للناس في العلم والمعرفة. استنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم فيها عن بزوح فجر الإسلام والظروف التاريخية اللي ظهر فيها الإسلام ومحمد. وسؤالي ليكم النهاردة: تفتكروا إيه أهم اختراع أو اكتشاف قدمته الحضارة الإسلامية للبشرية؟ شاركونا في التعليقات. وفي الختام افتكر دايماً إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل، وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك.
ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.